خبر عاجل يخص اسبانيا كتوجه واحد الضربه صاعقه للبوليساريو من بعد ما كانت فاتت الخطوط الحمراء مع المغرب. بالعكس صلحاتها ومشات بواحد الوضعيه اللي حسن اللي كانت باقي تفاصيل نتحدثوا عليها. مرة ما ديروا لايك واشتراك في القناه ديالنا الخاص، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. كما قلت لكم بدايه ديال الفيديو الخاص، فان اسبانيا كتوجه واحد ضربه صاعقه للبوليساريو من بعد ما كانت فاتت الخطوط الحمراء مع المغرب، حيث انه كانت استقبلت في واحد المدينه ديالها لواحد الاجتماع اللي هو التضامن مع بوليساريو. كان ديك الاجتماع واحد الندوه اللي كانت في وسط اسبانيا اللي نظمت بوليساريو تما، واحد المجموعه ديال الناس اللي هما مع بوليساريو، ونظموا واحد الندوه زعما كدعم بوليساريو على الحكم ديالها في الصحراء، وبان الحكومه بان المغرب محتلها، وبان هذا من الحقوق ديال الناس تما في تندوف وفي الصحراء المغربيه. هادشي اللي خلى الحكومه ديال سانتيس تخرج بواحد التصريح اخر اللي غادي يدمر بوليساريو والامل ديالها. فكما كنعرفوا مجرد العوده ديال الحكومه ديال سانتيس، فان الجزائر صيفطت السفر ديالها، كما ان بوليساريو صيفطت ان اسبانيا باش تراجع على القرار ديالها. الا ان اسبانيا كتخرج بواحد القرار اللي زعزع بوليساريو ما كانتش كتوقعوا، حيث قالت باللي حذفت الصفحه ديال زعما تقرير المصير، وبان خصو يتم تقرير المصير وعطيت التصويت للشعب الصحراوي باش تشوفوا الصحراء ضمنيه واش يرجع مع المغرب ولا يكون ديالو. وقالت باللي خصو يكون الحكم ديال المغرب على الصحراء. هادشي اللي صدم البوليساريو ما كانتش كتوقع، حيث بان الدول قلالين اللي كيدعموا مغربيه الصحراء وبيناتهم اسبانيا ما بقاتش كتدعم تقرير المصير. باش تعرفوا الفرق بيناتهم، كاين بعض الدول كيدعموا المغرب الا انهم كيدعموا تقرير المصير. شنو هو تقرير المصير؟ واحد الاستفتاء كيعدلوه للشعب الصحراوي، كيصوتوا واش تحكمكم المغرب ولا تحكمكم بوليساريو. هاد الاستفتاء هذا اللي كتعرضوا بوليساريو وكتعرضوا حتى المغرب نسبيا، اسبانيا خرجت قالت لهم باللي يجب اما على المغرب هو اللي يحكم في الصحراء. هادشي اللي ما كانتش كتوقع بوليساريو صدماتو. هادشي ما كان. قلنا نساليو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه ديالنا الخاص، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم.